بيجيلي كده ناس تتدرب عندي، لاحظت حاجات غريبة أوي، مع إنهم دارسين ورايحين وجايبين شهادات قد كده وبيروحوا وبيجوا، بس أنا لاحظت إن هما لما بيجوا ما بيعرفوش يكملوا. سألتهم إيه اللي حصل؟ كانت الإجابات بتقول إيه؟ أصل أنا لقيت إن الدراسة اللي أنا درستها مش هي دي الحياة العملية اللي أنا لما رحت عندك لقيتها. الدراسة اللي أنا درستها فحسيت إن هي نظري قوي والحاجات اللي أنت بتعمليها عملي قوي، فحسيت إن في جاب في الموضوع. هي دي الفكرة، هما كانوا أهم حاجة عندهم إن هما يلموا شهادات، مش مهم الكونتنت ده عامل إزاي. فكانوا بيلموا شهادات من غير ما حتى يركزوا هما بياخدوا إيه وفين وإمتى وهتفيدهم فين. هي دي الفكرة يا جماعة، أطور من نفسي إزاي أو إن أنا أستثمر في نفسي إزاي، إن أنا أعرف فين الكورس أو فين التدريب أو فين الكتاب أو فين الفيديو اللي فعلا هيقدر إن هو يساعدني. وده اللي إحنا بنقدمه عندنا. بنقدم عندنا إيه؟ مش بس إن أنا بديك الكورس اللي أنا بديهولك، لأ بديك كمان تدريب. التدريب ده بتشوف إن فعلا الكورس اللي أنت بتاخده بيفيدك إزاي في الحياة العملية، وهو ده المهم عندنا.